أنتم الآن تتحدثون عن كأن مؤامرة ضدكم، واليمنيين الذين يخرجون في الشوارع تنديدا بالسيطرة الحوثية، هؤلاء الذين يخرجون في تعز وفي المدن الأخرى رافضين هذا التسلط الذي تريدونه، هذم أيضا يعني مع قوة تكبر. هؤلاء الذين يخرجون في الشوارع ويتظاهرون سيتوحدون وسيتوحد الشعب اليمني كله في مواجهة هذا الاعتداء. هل هذا مبرر للاعتداء على اليمن وعلى الشعب اليمني؟ هل هذه الطائرات التي تكسر صنعاء هل ستفرق بين هذا وهذا؟ وأنت الآن تستشهدني وتقول أن تشبهنا بصدام حسين. أنتم من تقومون بفعل صدام حسين، من تعتدون على الشعب اليمني، ونحن سنواجهكم بشجاعة. الله سبحانه وتعالى معنا، أنا أقول أنت تقول لنا لماذا لا نطيع أمريكا؟ الله سبحانه وتعالى يحذرنا منها، وأنت تقول ندع القرآن وندع الدين. أنتم يهود في حكم القرآن الكريم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بأي حق تتكلم تقول لماذا لا ننصاع لأمريكا وإسرائيل؟ يا عملاء، بارك أيها العملاء، تقول لماذا لا ننصاع لأمريكا وإسرائيل وبعد ذلك تبرر العدوان على اليمن بأي منطق وبأي حق؟ سيد بوخيتي وأنا أكرر ما قلته أن هذه نهاية آل سعود، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينصر المعتدي، وقد ظلموا كثيرا، هم سبب انتشار الفتنة الطائفية في كل البلدان الإسلامية. سيد بوخيتي، أنت عادة شخص ما شاء الله رصين وهادئ وتعطي إجابات في حدود معقولة. الليلة يبدو أنك فقدت أعصابك بالكامل، وهذا ربما لا أكد هناك اعتداء على اليمن وسنواجه بكل شجاعة. تبرر الهجوم على اليمن والاعتداء على اليمن والقصف في اليمن خلاص على أمريكا وتقول لماذا نغضب؟ شكرا لك سيد بوخيتي، شكرا على مشاركتك معنا.